هو فن المشاهدة. ده غير الثقافة التقليدية بتاعتنا، هي قايمة على ثقافة اللغة والقول. يعني الشعر، النثر، النوادر، الحكايات، كلها ثقافة قول ولغة. إنما ثقافة الفرجة الحقيقة كنا نفتقد هذه الثقافة فيما عدا اللي كان موجود في المفردات الشعبية وفي الظواهر الشعبية والموالد الشعبية. هو ده اللي كان بيتحقق فيها فن الفرجة. وده هو أساس المسرح، لأن المسرح قايم على زي يعني لفظة الثياترون جاية من اللغة الإغريقية. وثياترون يعني المكان اللي بتشاهد فيه وتفكر فيه، تفكير مع مشاهدة. فالمولد بالنسبة لي كان مجال للتفكير وفي نفس الوقت الفرجة، لأني شفت فيه ألعاب متعددة من الفنون الشعبية اللي هي تعتبر ظواهر فنية، وممكن تدفع الأطفال في سننا إلى التفكير في هذه الألعاب وإزاي ممكن يمارسوها. وده اللي خلاني فيما بعد لما دخلت المرحلة الابتدائية، يعني أنا شفت ده وأنا قبل ما أدخل المدرسة. لما دخلت المدرسة وجدت إن المسرح هو الموالد، هو المسرح، ولذلك مثلنا في المسرح. شفنا في المولد الثلاث ورقات، لعبة الثلاث ورقات، شفنا لعبة الملين بأربعة اللي أنا عملتها مسرحية بعد كده. شفت فيها المحبظاتية، شفت فيها السامر الشعبي، شفت فيها السير الشعبية، شفت فيها الساحر، شفت فيها السيرك. فكل ظواهر الفن الشعبي وظواهر الفرجة كانت متحققة في المولد ده اللي كان بيجي لنا كل سنة في شهر شعبان من كل عام. يمكن في مشوار حضرتك وقصتك والبدايات كانت بسبب مدرس كان عنده يقين كبير جدا بمواهب التلاميذ اللي عنده، ويمكن هو قدر يشوف موهبة حضرتك وموهبة زميلك ورفيقك وهو الكاتب الكبير يسري الجندي، وكانت أول مرة تكتبوا فيها سيناريو، ولكن السيناريو ده طلب منكم ان انتوا تعملوه شفهي وتمثلوا كمان. احكي لي عن دور المدرس في ان هو قدر يشوف حاجة ممكن ناس تانية ما تكونش شايفاها. ده حقيقي. المدرس وأنا ما زلت أذكره، وهو معاه مدرس كمان تاني، اتنين في الحقيقة، هم الأستاذ ماهر عبد اللطيف مدرس اللغة العربية، والأستاذ طاهر سرحان مدرس الحساب. واحنا كنا في سن 10 سنوات، في سنة رابعة. يعني لا أنسى هذا الزمن، وكان في بداية الخمسينيات. فجابنا وقال لنا يا أولاد إحنا عايزين نعمل مسرحية وهوزع عليكم الأدوار. جريمة قتل، أنت هتاخد دور المحقق أو وكيل النيابة، وأنت هتاخد دور كاتب الجلسة، وأنت المتهم، وأنت العسكري، وأنت الضابط، وأنت المحامي. وزع علينا الأدوار وقال لنا يلا أنا عايزكم تحققوا الجريمة دي حصلت إزاي. وسابنا نفكر، وكل واحد فينا خد دور. أنا أخدت دور مثلا وكيل النيابة، وصديقي المرحوم يسري الجندي خد دور كاتب الجلسة، وبعض زملائنا اللي موجودين في سنة رابعة ابتدائي مثلوا هذه الأدوار، وكل واحد قال ما يعن له من كلام. يعني ده كان سيناريو لحظي ارتجالي. ما هو ده المسرح الارتجالي، وده اللي كان في المولد على فكرة. ده برضو كان يعني من أسباب إن احنا كنا فاهمين إزاي نلعب اللعبة دي. أخيرا جيتوا تزوروني. ليه؟ انتوا كنتوا مقاطعيني ولا عاملين رباطيه مع امي هنومه يا جمالات؟ يا قلب الشوم يا سعداني بيه، ودي تيجي برضه؟ دولي نفسي اشوفك من زمان، بس هشوفك فين وانت قاعد في مصر كده على طول؟ خلاص انا مش هسيب البلد من النهارده يا جمالات يا بنت عمي. الله، انت ناوي تسيب شغلك في مصر ولا ايه؟ لا ابدا، انا طبعا هبقى شقر عليه من وقت للتاني، لكن انا فعلا محتاج ان انا اقعد في البلد هنا على الاقل ابقى
جنب امي وقرايبي. ده كنت فاكرة ان المشروع هو السبب يا سعداني بيه. الحقيقه المشروع كان مجرد وسيله عشان اجي هنا. انا ناوي انقل مشروعاتي هنا في البلد. انما يا ترى البلد هتقدر تستوعب كل مشروعاتك؟ لا طبعا مش هتستوعب كل مشروعاتي، لكن هنفذ اللي ممكن يتنفذ. زي ايه؟ الحقيقه انا دلوقتي في مرحله البحث والدراسه، لكن اكيد في مشروعات تستحق التنفيذ. يا ريت تطلع مشروعات انتاجيه. بالمناسبه، ايه حكايه النغمه الجديده بتاعتك دي بتاعت المشروعات الانتاجيه والاستهلاكيه؟ على فكره يا صديقي العزيز، انا زعلان جدا منك من المقاله الاخرانيه اللي كتبتها. عموما ده رايي. بس ده رايي غلط؟ اكيد طبعا انت ليك وجهه نظر. طبعا. انا عايز اقول ان مفيش فرق بين المشروعات الانتاجيه والاستهلاكيه ما دام كلها بتحقق ربح. المعيار في اي مشروع ناجح هو الربح المادي، ولا ايه رايك يا مدام سمير؟ دي وجهة نظر محدودة جدا يا سعداني بيه. المعيار الحقيقي لنجاح اي مشروع مش مجرد الربح والخسارة، انما الفايدة اللي ممكن تعود على البلد ككل، مش على صاحب المشروع وبس. بعد كده وبعد مرور فترة المدرس ده أيضا كان ليه دور تاني، وأسند ليكوا مهمة كتابة مسرحية جديدة واشتغلتوا بيها بالفعل، واداكوا أجر ولا ما ادالكوش أجر؟ احنا خرجنا من معهد المعلمين وتعيننا مدرسين. تمام. واحنا عمرنا 18 سنة في السن ده تقريبا. ومدرسنا ده كان هو رئيس رابطة التعليم الابتدائي، المسؤول عن التعليم الابتدائي ومدرسي التعليم الابتدائي. واحنا دخلنا الرابطة بحكم ان احنا بقينا مدرسين. فقال لنا انا عايز الرابطة دي يبقى فيها نشاط. أي. نشاط مسرحي ونشاط موسيقي ونشاط تشكيلي. وفعلا ووفر لنا مبلغ للإنتاج، مش لأجر مش لأجر لنا كفنانين يعني. أي. لا، هو أعطانا مبلغ في حدود ال 500 جنيه عشان نعمل الديكور ونعمل الدعاية ونعمل يعني كل تكلفة هذا العرض. وخصوصا ان احنا أجرنا سينما رأس البر، سينما ومسرح الجمهورية في رأس البر عشان نعرض فيها هذا العرض. وده كان عرض من تأليف الصديق المرحوم يسري الجندي، وكلنا شاركنا فيه. عملنا يعني احنا اللي قمنا فيه بالتمثيل وبالإخراج وبالديكور وبالملابس وبالسينوغرافيا وبكل مفردات العرض المسرحي. احنا كمدرسين خريجي معهد المعلمين. وطبعا قدمنا العرض في اسكندرية في راس البر، في المسرح اللي كان المسرح القومي بيجي يعرض فيه مسرحياته كل صيف. تمام. اللي هو مسرح الجمهورية ده. كان عادة بتيجي المسرحيات من القاهرة، ويجي الفنانين يصيفوا ويعرضوا عروضهم في راس البر، كانت بتعرض في القاهرة. ويمكن ده اللي خلانا احنا يعني من الأقاليم بنشوف المسرح بدل ما ننتقل إلى القاهرة. المسرح جالنا في راس البر جنبينا، وبيننا وبين دمياط مسافة بسيطة. أي. بتاع مثلا 10 كيلو. يعني ما تاخدش 10 دقايق بالمواصلات. وقدمنا العرض. طبعا هو كان عرض صعب على الجمهور. ليه؟ لأنه أولا كان بالعربية الفصحى. تمام. إلى جانب أن كانت شخصياته أجنبية. لأنه كان بيتناول قضية أزمة الضمير الفرنسي في حرب الجزائر. تمام. كنا عايزين نقول أن الفرنسيين شعروا بالذنب نتيجة ما حدث في الجزائر اللي مات فيها مليون شهيد. يوميها كانت فكرة معروفة أن الجهاد في الجزائر
مات فيه ما يقرب من 1,000,000 شهيد. انتوا قدمتوها من وجهة نظر الفرنسيين، من وجهة وشعورهم نظر هم. عشان نشعرهم بالأزمة. أيوة. يعني شوفي التفكير بتاعنا، ان بدل احنا بنقول لهم انتوا غلطانين وانتوا ما عندكوش ضمير، لا احنا بنقول لكم خلوا ضميركم يتكلم. ايوه. فدي كانت الفكرة اللي اتقدمت على مسرح الجمهورية. طبعا ما نجحتش. هي كانت صعبة أوه. بالنسبة للجمهور، وكان الجمهور ضئيل جدا، فما نجحناش فيها النجاح اللي كنا بنطلبه، وخصوصا ان احنا كاتبين في التتر بتاع البامفلت المسرح التجريبي. قبل ما يكون المسرح التجريبي المعروف دلوقتي، احنا اعتبرنا ان احنا بنعمل تجربة جديدة، تجربة ما حصلتش. Excuse me. نعم، من هذا أيضا؟ من منكما السيد مكرم؟ أنا ذا. أوكي. قائدنا فريزر يعرض عليك أن تنسحب جيوش بريتن من إيجيبت في مقابل تسليم أسرى. أحسنتم صنعا بالتأكيد. هذا هو والي مصر محمد علي باشا، فتفاوض معه بهذا الأمر. أبتلك السرعة تنسحبون؟ أوليس لديكم إحساس بالعار؟ لا تنسى جنابك أن الحرب سجال. It's over. فشلت حملتنا واضطررنا أن نسحبها طبقا لشروط حرب. يا للحظ السيء، يا للحظ السيء. ضيعتم مني فرصة حرب أهزمكم فيها وحدي يا جيش بريطانيا العظمى. نو باشا، لسنا من ضيعنا تلك الفرصة، بل ضيعها هذا الرجل مستر مكرم. هو ذاك، هو ذاك، هو من ضيعها وأسقط في قلب الأحزان. هلالة ديوان مولاي، هل تعرف ما يجري بقلبي يا ديوان؟ أعرفه يا مولاي. النار تكاد تثور بقلبي يا ديوان. ولماذا يا مولاي؟ لم تكتم بركانا يسعى أن يصعد للآفاق؟ التجربة دي بالرغم ان هي ما نجحتش، أثرت فيكوا ازاي بقى بعد كده؟ دي خلتنا بقى نتجه للأصول. ايوه. لمسرح التراث الشعبي، مسرح الموالد، مسرح مولد أبو المعاطي. فبدأنا فعلا نستخدم مفردات المسرح الشعبي والتراث الشعبي والأساطير الشعبية والخرافات الشعبية وما إلى ذلك من مفردات ممكن نقدم من خلالها أفكارنا. طبعا هو مش الهدف ان احنا نقدم تراث شعبي لأجل التراث. أيوة. لكن التراث ده احنا بنستخدمه وسيلة وسيلة لجذب الجمهور. بالظبط، ان هو يوصل أسرع للجمهور. لأنه انت بتدخلي المدخل الطبيعي للناس، مدخل الفرجة. فمن مدخل الفرجة انت حط الأفكار بقى بتاعك. عايزين نحط أفكار عن قضايا اجتماعية، قضايا سياسية، قضايا فلسفية. واحنا كنا معنيين بالفكر في الأساس على فكرة. أيوة. رغم اهتمامنا بالشكل المسرحي الفني أو شكل الفرجة، لكن المضمون كان مهم جدا عندنا. احنا بنفكر ازاي نقدم فكرنا وأفكارنا وأحلامنا ومعالجتنا للقضايا المتعددة. يعني عالجنا قضايا زي القضايا الفلسطينية والقضية الحرب مع إسرائيل، وقدمنا مقاومة الاحتلال البريطاني، وقدمنا الديمقراطية وإزاي إن الناس تتمسك بمبدأ الديمقراطية في مواجهة البيروقراطية وفي مواجهة الفساد. كل دي قضايا اجتماعية وسياسية وفلسفية في نفس الوقت. قدمتوها مثلا في عملت الحريق، مسرحية الحريق دي عن لعبة
عن الأليمبي. والأليمبي ده كان عبارة عن تمثال من القماش. ايوه. بنعمله نحشيه قطن، بأي شيء، قطن، حطب، قش، أي حاجة، ونحطه في بوتقة عشان نحرقه ونعمل حريق كبير جدا، لذلك المسرحية اسمها الحريق يعني. ايوه. ده كان تقليد بنعمله في شم النسيم، ليلة شم النسيم كل سنة، ونقول يا ألمبي يا ابن ألمبوحة من قال لك تتجوز توحة. لما رجعنا للأصول بتاع هذه الأغنية اكتشفنا ان الألمبي ده كان هو اللورد الليمبي ايام الاحتلال البريطاني في العشرينات وفي الفترة دي. فكان اللورد الليمبي ده من ممثل الاستعمار الانجليزي، والشعب المصري واخد منه موقف، وخصوصا ان اللورد الليمبي في الحرب العالمية الأولى لما دخل بجيوش بريطانية إلى الشام، راح لقبر صلاح الدين وحط رجله على القبر وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. في شماتة. ايوه. كان بيشمت في صلاح الدين، يقول له اهو احنا رجعنا تاني اهو، مش انت طردتنا من القدس، ده احنا رجعنا تاني. فلعبة الألمبي دي كانت من التراث الشعبي اللي تدل على الوجدان الشعبي اللي بيقاوم الاحتلال. أيوة. بس بطريقة مبسطة وشعبية وظريفة وواصلة للناس بسرعة. وواصلة للناس. ما الأمر يا شيركو؟ لا شيء يا مولاتي، ولكن يبدو أن مولاي لم تعد تستهويه لعبة الصوالجة. من قال هذا يا شيركو؟ الذي لم يعد يستهويني حقا أنني لم أعد أجد أحدا أكثر مهارة مني ليتفوق علي. عجبا لك، هل يسعدك أن يتفوق الآخرون عليك؟ نعم، حتى أشحذ همتي وأعود لأتفوق عليهم ثانية. هذه كانت نصيحة أبي عماد الدين زنكي، وبهذا انتصر على الفرنجة واستولى على أقوى إماراتهم، إمارة الرها. إذا كان الأمر كذلك فهناك من هو أكثر مهارة منك في هذه اللعبة. إلي به يا عصمة الدين. شيركو يعرف مكانه. أخبره يا شيركو. ليس قبل أن تعطيني الأمان يا مولاي. لماذا؟ لماذا؟ هل هو من الفرنجة؟ كلا يا مولاي كلا. أعطيك الأمان. ما اسمه؟ ما اسمه؟ ليس قبل أن أحضره إليك يا سيدي. لك هذا، ولكن بشرط أن تحضره الآن. حضرتك بعد كده كملت بقى دراستك ودرست الفلسفة وعلم النفس. امتى بقى بدأت تتجه إلى المسرح بشكل احترافي؟ هو طبعا أنا بعد كده ذاكرت ثانوي وجامعة بالانتساب وخدت الليسانس، وأنا بشتغل مدرس في نفس المرحلة دي لغاية ما انتقلت إلى القاهرة بعد سن 40.
بس كانت مرحلة مهمة جدا اللي هي ال40 سنة الأولانية دول، لأن أنا في المرحلة دي كتبت ما يقرب من 10 ل 15 مسرحية. اكتسبت فيها الخبرة، فهمت المسرح كويس، فهمت الجمهور وخصوصا جمهور الأقاليم. أيوه. لأنه هو الكاتب المسرحي عليه أنه يمارس التجربة عمليا داخل الجماهير. أيوه. مش مجرد يكتب المسرحية على مكتبه ويقدمها علشان تتمثل. أيوه. لا، ده يشوفها بتتعمل ازاي، ويشوف رد فعل الجماهير، ويشوف التأثير بتاعها، ويعرف الأخطاء فيتلافاها، ويعرف المميزات فيستزيد منها، وهكذا. فدي كانت فرصة. كل ده من خلال التواصل بشكل مباشر مع الجمهور، بتقدر تعرف كل النقاط دي، والاستفادة بترجع لحضرتك في النهاية. ما هو عشان كمان ازاي في الجمهور، لانها مش الجمهور الدمياطي بس. ايوه. لأن انا عملتها على الجمهوريه كلها. لان المسرحيات بتاعي كنت ببعتها للثقافه الجماهيريه، فبتنشر وتعرض في الاقاليم من دمياط لغايه اسوان. كانت المسرحيات بتاعي بتتعمل ايوه في كل الاقاليم. اتعملت في المنصوره، واتعملت في طنطا، واتعملت في الدقهليه، واتعملت في المنوفيه، واتعملت في القليوبيه، وفي اسيوط واسوان. فتصوري الخبره دي كلها هي اللي ممكن تصنع الكاتب. ايوه. اللي تخلق فيه القدره على انه لما يحترف يبقى بيحترف بامانه وصدق. تعرف انا كنت بشتغل ايه زمان؟ ايه؟ انا كنت بواب. بابا ربنا في حنانك، انا اتحرمت من الابوه. ايه انا هترمي بناك علينا ولا ايه؟ طب ايه؟ روح هتتنطط عليا، تنطط على جابوك. ما انا اتنطط عليك. ما اتنطط عليك يا زي ما بتنطط عليا. ايه ده؟ اتنطط عليه زي ما بيتنطط عليا. تلعب يا رشوان. مين ده؟ ما قاليش كل ده وما قالكش؟ عمال يلف ويبرم. سيبهولي. كلم الرئيس يلا. نعم. ولا نعم. مش قالوا الصراحه راحه بحفظ الكرامه ادب والرجال اسرار. أيوة. احنا اسرار الجبل ده. أيوة. رد عليه على طول. حاضر. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي الحقيقي ولا اسم الشهرة؟ الحقيقي. اللي هو الدلع ولا الحركي؟ الحركي. يعني اللي قبل الحراسة ولا اللي بعد الحراسة؟ ولا مش فاهم. اسمك اللي امك بتندهلك بيه. وهي لوحدها ولا وهي مع البواب؟ ما هي كل حاجة. اسمك اللي في البطاقه يالا. الشخصية ولا العائلية؟ اسمك اللي في شهاده الميلاد يالا. انا ساقط قيد يا باشا. انت ما عرفتش تموتني بالرصاص، هتموتني ناقص عمر. مش عايز اعرف اسمك. الله، امال هتناديني وتقول لي ايه؟ هقول لك يا متهم. طب ما تناديني باسمي. اسمك ايه؟ علاء. نعم. علاء. اسمك علاء؟ لا، انا اسمي همام. امال علاء دي ايه؟ ده الاسم اللي احب الشله بتاعتي تناديني بيه، وانتوا بقيتوا شلتي. قولوا لي يا علاء. خلاص حاضر، هريحك يا حبيبي. حاضر. قول لي يا علاء. نعم يا انكل. انت كنت ازاي يالا؟ احكي لك انه حكايه اللي حكيتها لي ماما ولا اللي حكوها لي اصحابي؟ اللي حكيتها لك امك. ماما قالت لي لقيتني على باب جامع.